هلو جايز، ويلكم باك تو ماي channel. انا عارفه ان احنا متعودين ننزل فيديوهات يوم السبت والنهارده استثناء مش اكتر. حسيت ان في كلام عايزه اقوله ما يستناش ليوم السبت بصراحه. ولساره محمود اللي كتبت لي على الفيديو اللي فات نزلي فيديو بالليل. ساره، انا بشوف اسمك كتير في الكومنتس، انت ديفنتلي متابعاني من زمان، مستحيل تكوني حد جديد. احنا بننزل السبت الساعه 2 منذ بدأ الخلق، من ساعه ما عملت تشانل وانا بنزل فيديوهات السبت الساعه 2 الظهر. فانا مستغربه جدا ان حد كاتب لي نزلي بالليل. انتوا عايزين انزل بالليل؟ عرفوني، ما عنديش اي مشكله. زي طول عمره كان السبت الساعه 2. ومن الكومنتس اللي اتكررت كتير قوي في الفيديو اللي فات ده موضوع ان انا شبه سماح انور. يا جماعه بجد في 3 كتبوا لي في الفيديو اللي فات بس انت شبه سماح انور، والكلام ده بيتقال بقاله فتره. وعايزه اعترف لكم اعتراف ان انا الكومنت ده جالي حتى وانا صغيره ان انا شبه سماح انور. هل دي حقيقه؟ انا مش عارفه يعني صورتها وهي كبيره وصورتها وهي صغيره، وقلت قولوا لي انا فعلا بجد شبهها. لما بسال الناس حواليا بقول لهم هل انا فعلا شبهها، بيقولوا لي لا، الناس اللي بتتعامل معايا كل يوم. ولكن في ناس على السوشيال ميديا او ناس ما اعرفهمش بيقولوا لي انت شبهها. فبحس ان الناس البعيده بتبقى شايفه احسن من اللي بيشوفوني كل يوم او حافظين شكلي. مش عارفه، لان الفيرست امبريشن ده هو اللي بيدي الشبه، مش انك بتتعامل مع الشخص كل يوم. فبجد هل انا شبهها؟ الموضوع ده غريب جدا، بستغربه على طول بجد. anyway، نبدا بالخبر السعيد. احنا امبارح كسبنا ماتش ضد ساحل العاج او كوت ديفوار، وانا مش مصدقه بجد. انا سعيده جدا بالموضوع ده ان احنا اتأهلنا للنص نهائي، يعني هنلعب على الاول والثاني او الثالث والرابع في كاس افريقيا. ياه! انا عارفه ان في ناس كتير قوي مش متابعه اصلا ومش فارق معاها، بس انا فارق معايا قوي، واعتقد في مصريين كتير جدا فارق معاهم الموضوع ده. عشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كاس افريقيا بالنسبه لنا احنا يعني كدول عربيه، او مش بس دول عربيه، كدول افريقيه في كوره، زي بالظبط كاس العالم بس على الضيق. فكون ان احنا نتاهل ونتصعد او ما نتاهلش ونتصعد ده حوار كبير. انا سعيده جدا وربنا يستر في اللي جاي. هما كل ماتش بجد بيوقعوا قلبنا، نقول خلاص هنخسر ونلاقينا كسبنا، نجيب جون ونبقى فرحانين، او جونين كمان ونبقى فرحانين، ونلاقي واحد دخل 2 دخل. في ايه يا جماعه؟ لازم كل مره تسيبونا على اعصابنا كده؟ مش ممكن. بس الحمد لله، لا امبارح قدوا جامد، وانا انبسطت قوي ومبسوطه قوي ان احنا اتاهلنا وكده. فده الخبر السعيد. عايزه اقول لكم ان انا النهارده نازله اصلا عشان اصور فيديو ملوش علاقه خالص باللي انا بقوله، وعلشان كده حبيت ان انا ما اضموش مع فيديو السبت اللي ملوش علاقه بالموضوع. يعني فيديو السبت ان شاء الله هينزل وقته عادي الساعه 2، استنوه. حاجه انتوا بتحبوها، حاجه بتحبوا ان انا اعملها. ولكن انا نازله بصور فيديو مختلف تماما، وحبيت ان انا اتكلم في الموضوع ده كاس افريقيا، وموضوعين كمان. الموضوعين التانيين واحد فيهم فاني او انا مخضوضه بصراحه، والتاني حزين جدا، يعني حزين قوي بصراحه. فتعالوا نبدا بالحزين علشان ما ننهيش الفيديو فيه، وننهي بالغريب. اللي انا مستغرباه لحد دلوقتي. للاسف بعد الفيديو اللي فات، بعد ما فرحنا بالكوفي ماشين الجديده وبالقهوه اللي طعمها حلو، انا على فكره ظبطتها، بقيت شاطره جدا وبقيت بعملها حلوه قوي. وده علشان انا ما كنتش ظابطه التمبريتشر. يعني اللي بيفرق قوي في ماكينه القهوه اللي بيبقى فيها طحن، يعني انك تحط حبوب كامله وتطحنها، بتفرق قوي درجه الطحنه، بتطحن ناعم ولا مش ناعم. وبتفرق قوي درجه حراره القهوه اللي نازله. الشمس قويه قوي دلوقتي، فادوني ثانيه وهكمل. فلما ظبطت درجه حراره القهوه والطحنه بقت بيرفكت، مش زي خالص اول مره. فالحمد لله ان انا عرفت اعمل ده. انا كنت مظبطاها على السيتنجز اللي هي جايه بيها، مش مغيره اي حاجه، وعشان كده كانت طعمها غريب. كل نوع قهوه ليه طحنته، ودي المشكله لما تيجوا تجربوا نوع قهوه جديد ما بتبقوش عارفين تعملوه على انهي سيتنجز. هنقعد نجرب كده شويه حاجات مع بعض، وعايزه اجرب انواع قهوه. لو حد عارف نوع قهوه حلو قولوا لي، اكتبوا لي في كومنتس يعني، ونقعد نكتشف بقى مع بعض الطحنات والتمبريتشر وكل حاجه. فانا حاليا مفيش قهوه في البيت. الاسبوع كله كان عندي صحابي فاستهلكنا القهوه كلها، فاحنا محتاجين نجيب قهوه. وحاليا هشتري قهوه من مكان بحبه جدا، علشان انا محتاجه كوبايه قهوه بصراحه ومفيش في البيت، ونتكلم في كل المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم فيها. حد غيري يا جماعه هو سايق. لما بيبقى لابس حاجه سوداء والحزام اسود، بجد حرفيا انا بعمل كده، بعمل اشاره كده عشان اللي هو الرادار اقول للرادار اهو الحزام اهو. عشان بصوا لو انا لابسه، بصوا خلينا اشيل كل الاشار اهو. لو انا لابسه حاجه سوداء بس من غير اي اشار، الحزام مش باين. فانا بقى اللي هو لا معلش سوري، انا لابسه الحزام. وبحطه كده بكل وضوح، اللي هو اهو، مش اكتر من كده. مخالفه نو. هل حد متابع مسلسل ميد تيرم؟ انا مش مصدقه، مش قادره اصدق ان ياسمين العبد شريره. ما ينفعش.
وشها بريء قوي يا جماعه، طفولي كده، ما ينفعش يعني. هي طبعا لاقي عليها الدور وكل حاجه انها تطلع شريره يعني، سبيشالي لما حد يبقى شكله طيب ويعمل دور شرير ويقنعك عادي، بس انا مش حابه ده، انا مش حابه اصدق ان هي شريره. ان شاء الله ان شاء الله تطلع نيومي دي بتحلم ان شاء الله يعني، وان هي بس زي انا شهيره انا الخائن كده، تبقى موضوع من منظور مختلف مش اكتر، انه جابوا لك نعومي وهي شريره، وجابوا لك تيا وهي شريره، واحنا بقى نكرر مثلا، او افتراضيه يعني افتراضيه، لكن ان ياسمين العبد تطلع شريره او تيا تطلع هي الفيلن، لا انا مش موافقه على الكلام ده. كل مرة بنيجي فيها المكان ده يا بنقعد في نيود بيكري يا كوفي كلتشر يا دانسينج جوت. النهارده مش عارفة هشرب قهوة من انهي مكان فيهم، بس غالبا كوفي كلتشر. يلا بينا. ما لقيتش ترابيزه فاضيه في كوفي كلتشر اقدر اصور فيها، فقررت اقعد في سيركل كي. مش مهم بجد، كوفي كلتشر انا بحبه وفرحانه بيه جدا كبراند مصري بيتطور بشكل رهيب. اي نعم هو غلى اسعاره قوي عن الاول، بس عادي سنة الحياة يعني. وعاجبني ان هم كل شويه بيغيروا البراندنج بتاع الازايز بتاعتهم او الكوبايات بتاعتهم. بصوا المره دي عاملينها ازاي في المشمش. وكان ساعة فيلم الست، حد دخل فيلم الست، انا نفسي ادخله قوي. ساعة فيلم الست كانوا عاملين، هحط لكم صورة هنا، كانوا عاملين النضارة بتاعت ام كلثوم ومكتوب الست، كانت عجباني قوي. يلا نجربه. it never fails بصراحة، على طول طعمه حلو. حلو قوي. وهحط الموبايل كده عشان بس في بنتين جنبي صوتهم عالي قوي. سبيكينج اوف ام كلثوم، الخبر الحزين هو فيروز. بجد يا جماعه لما شفت الخبر بتاع وفاه ابنها انا حزنت حزن فظيع، لسبب انه انا بحس انه صعب قوي قوي قوي، وربنا ما يكتبها على حد، وربنا ما يوري حد ابدا، فقدان الام لحد من اولادها. الموضوع بجد انا مش متخيله اصلا قد ايه يوجع وقد ايه بيكسر وبيهد البني ادم. فلما عملت سيرش لقيت ان ده تالت ابن اوت اوف 4 ابناء لفيروز انها تخسره. يعني هي كان عندها 4 اولاد، 3 منهم توفوا وفضل واحد. انتوا متخيلين؟ عندها 4 ابناء، زياد رحباني وده توفى من 6 شهور، ريما رحباني وهي دي الوحيده اللي فاضله، ليال رحباني ودي توفت في الثمانينات، وهالي رحباني ده توفى من كام يوم. فانتم متخيلين انا مش عايزاكم حتى تتخيلوا، انا مش متخيله وجع القلب بجد بتاع فقدان الام لحد من اولادها. ما بالكم 3 من 4 وقفت في عزا كل واحد فيهم، في جنازه كل واحد فيهم، تلقت العزاء لكل واحد فيهم. الموضوع بجد يوجع القلب، انا مش قادره اتخيل. وعرفت امبارح كمان معلومه، عارفين الاغنيه بتاعت سلم لي عليه سلم، دي اصلا كانت بتغنيها لابنها. هو كان عنده تاخر طول حياته، وكان يعني كانت عندها تشالنجز معاه، وكانت بتغني له الاغنيه دي او بتهديها له. فلما سمعتها بمنظور جديد بجد قلبي وجعني اكتر. يعني لو عايزين تسمعوها وتتخيلوا زي ما انا عملت اعملوا كده، بس ما انصحكوش بصراحه. وده هو الخبر الحزين اللي انا حبيت اتكلم عنه النهارده. معلش يا جماعه انا صورت الحته دي بعد ما خلصت الفيديو، فهحط لكم كده انسرت وهنرجع تاني اللي كنا بنقوله. بس الاغنيه بتاعت سلم لي عليه دي لو ركزتوا فيها، استنوا هشغل لكم حته معينه. بما ان ابنها كان بيواجه بعض الصعوبات، بصوا الحته دي في الاغنيه. هيدا حبيبي اللي اسمي بيهمسوه، تعبان على سكوته درسه، واضح شبه ما تقول شبه، اعمل حالك مش عارف ما تحرقه. يا جماعة الأغنية بجد لما تسمعوها وانتوا عارفين القصة وراها، الموضوع يوجع القلب. يوجع ازاي كده بجد.
تعالوا نرجع للفيديو. ده الخبر الحزين اللي حبيت اتكلم عنه النهارده. مش عارفه حبيت اتكلم عنه ليه، غير ان انا حسيت بمشاعر قويه قوي ساعه ما عرفت الخبر وقريت عنه. سبيشلي ان انا كل ما بقلب في تيك توك بيجيبوا فيديوز لفيروز وهي في الجنازه بتاعته او وهي في الكنيسه او كده. بغض النظر عن انا ضد جدا الموضوع ده، ضد تصوير السليبرتيز وهم في عزا حد عزيز عليهم او في عزا عامه، بحس ان العزا ليه حرمانيته. بس انا بشوف كل ما اشوف فيديو من دول بحس ان هو بجد قلبي بيوجعني عليها، فربنا ما يكتبها على حد يا رب. قبل ما ادخل في الموضوع التالت اللي انا عايز اكلمكم عنه، حاسه عايزه اغير الموضوع. انا مش عارفه حتى اقول لكم ايه. يعني انا طب هقول لكم حاجه، انا من ضمن الحاجات اللي بدور عليها اليومين دول وممكن تساعدوني فيها جدا هو تعليم الخياطه. انا عندي مكنه خياطه ما بعرفش استعملها خالص، هي مش بتاعتي طبعا، هي بتاعت مامتي او ما اعرفش بتاعت مين بصراحه، بس هي غالبا بتاعت مامتي او بتاعت جدتي حاجه كده، وما استعملوهاش. وهي مكنه محترمه جدا، فانا بحاول اتعلم خياطه اليومين دول. بحاول ادور على مكان يبقى في الشيخ زايد بحيث يبقى جنبي. فلو حد يعرف مكان بيعلم خياطه حلو في الشيخ زايد اكتبوا لي في الكومنتس. تعالوا بقى ندخل في الموضوع التالت اللي هو انا شايفه ان هو حزين ولا سربرايزنج ولا انا مش عارفه. يعني انا اتخضيت بصراحه اول ما عرفت. تعالوا نتكلم فيه، بس نروح العربيه. الموضوع الاخير تقريبا بقاله اسبوعين ولا حاجه، ولكن لسه عارفه امبارح. يا جماعه في لاعب كوره اوكي، هو مش معروف، يعني هو اسمه عبد المنصف. انا بالنسبه لي هو بالنسبه للولاد اسمه عبد المنصف عادي، بالنسبه للبنات اسمه جوز لقاء الخميسي. فتخيلوا بقى لما واحد يبقى معروف باسم جوز لقاء الخميسي يطلع مش جوز لقاء الخميسي لوحدها. انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب الخبر ده بجد. يعني هي الناس عرفت منين؟ الناس مش عرفت مثلا عشان الناس شافوهم مع بعض هو ومراته التانية، ولا مثلا حاجه اتسربت خلفوا، حصل اي حاجه يعني حصل حاجه ميجر خلت جوازتهم دي تتعرف. لا، جوازتهم اتعرفت لما اتطلقوا. انتوا متخيلين؟ كتبت مراته على السوشيال ميديا احنا اتطلقنا بعد جواز شرعي دام 7 سنوات ومراته الاولانيه اللي هي لقاء الخميسي متجوزين بقالهم حاجه 20 سنه 25 سنه باين ولا حاجه كده، وده اتجوزها 7 سنوات يعني متجوزين من 2018. انتوا متخيلين؟ يعني عدى عليه تعويمتين وعدى عليه كورونا وحجر منزلي والناس ما كانتش تنزل من بيوتها، ومع ذلك هي سرفايفد. هو قدر ان هو يمانج ما بين بيتين في نفس الوقت لمدة 7 سنين من غير ما مراته الاولانية تعرف. بجد يعني انا مصدومة، انا مش مصدقة ان في جبروت كده في الدنيا. انا الكومنتس او الحاجات اللي شفتها على السوشيال ميديا يا اما ناس مبهوره بادائه، يعني الرجاله بيقولوا له انت ازاي عملت كده، يا اما بنات بتقول شايفين الراجل لما يعوز. شايفين؟ انا وسعتلك عشان عايز انزل بضاعه. ماشي خلاص هخرج حاضر. يا نهار ابيض بيطردوني من الركنه اللي انا ركناها. يلا ما علينا. بجد الموضوع ده غريب جدا لما ابقى ركنه عادي صف اول وحد يحس ان هو احق بالركنه دي ان هو يستاهل الركنه دي اكتر مني، فيقول لي معلش انا عايز اركن. الموضوع غريب بصراحه، ما علينا. المهم ازاي كده؟ ازاي فحد يفهمني ازاي كده؟ ده الموضوع اللي انا حبيت اتكلم فيه معاكم في اخر فيديو. ده 3 موضوع، انه الستات بيقولوا الراجل لما يعوزه بتاعه وقدر يفتح بيتين اهو من غير ما مراته تحس بحاجه. هي ديفنتلي كانت حاسه، هو ديفنتلي في حاجه. انا معرفش هي خرجت ردت ولا لا او بينت انها متضايقه باي شكل، معرفش اي حاجه. بس الموضوع مرعب / مضحك انه في كده في الدنيا اصلا عامه. يعني الموضوع غريب جدا. انا ما بقدرش استوعب موضوع يعني الخيانه عامه من الست او من الراجل. انه انت ليه في حياتك حد جديد وسايب التاني ستاند باي؟ يعني انت دلوقتي خلاص مثلا، يعني دلوقتي مثلا هنتكلم على اكس وواي، مش هنحدد راجل ولا ست. اكس ده راجل او ست قرروا ان هم يتعرفوا على حد جديد وان هم يخشوا في علاقه جديده. ليه سايب بقى اصلا مراتك او جوزك ده ستاند باي؟ طب ما تسيبوه الطرف الاول ده. يعني ليه حاطينه في الايكويجن؟ ليه حاطينه في الحسبه؟ ما تسيبوه وتبداوا حياه جديده مع حد جديد. ليه اصلا عنصر الخيانه ده موجود في يعني ما اعرفش. بس انه اصل الخيانه ما بتحصلش في يوم وليله. الخيانه دي كذا ستيب. الستيب الاولانيه ان انت اصلا يبقى عندك القابليه، فدي رقم 1. دي اول خيانه، ان انت يبقى عندك قابليه لانك تخون. ثانيا ان انت
تبقى مفتح عينك كراجل او كست على حد غير شريك حياتك. اوكي، فدي خيانة رقم 2. رقم 3 انك تبص اصلا بقى كراجل او كست، انك تبصي على حد غير جوزك او تبص على واحدة غير مراتك. فدي كده رقم 3، دي كده خيانة رقم 3. خيانة رقم 4 ان انت تسمح لنفسك او تسمحي لنفسك ان انتوا تعجبوا بشخص غير برضو شريك حياتكم. فدي كده خيانة رقم 4. خيانة رقم 5 ان انتوا تسمحوا لنفسكم ان انتوا تفتحوا معاه كلام او تفتحي معاه كلام او تديله فرصة، او ممكن ساعات بيبقى الطرف اللي بره هو اللي فاتح الكلام وهو اللي جيت عرف انك تديله فرصة اصلا وتردي عليه او تفتحي له مجال او سكة لما وانس انك تحسي الموضوع حاجة غلط تكملي فيه. فدي خيانة رقم 5. خيانة رقم 6 ان انت حتى بعد ما تفتحي كلام او انت بعد ما تفتح كلام مع الست الغير مراتك دي، ان انت تدي نفسك الحق ان انت تفكر فيها او تتكلم معاها في غير سياق، في اي سياق غير السياق العادي يعني. فدي خيانة رقم 6. فالخيانة بقى رقم 7 والاخيرة ان انت تسمح لقلبك انه يتعلق بيها او تسمحي لقلبك انه انت تتعلقي بيه. هي الخيانة مش 1 ستيب ولا 2 ستيبس، لا هي بتاع 7-8 ستيبس عقبال ما توصلوا لمرحلة الاكتشوال خيانة، اللي هو انا دلوقتي مع 2 بني ادمين في نفس الوقت. عشان توصلوا للمرحلة دي انتوا عديتوا مثلا على 7-8 خطوات عشان في الاخر يبقى في حياتكم 2. الموضوع بجد يعني انا ما بقولش كلام جديد، انا بس بحط النقط على الحروف يعني، او بحاول اظبط الكاميرا. وده كان فيديو النهارده. انا عارفه ان هو اوت اوف ذا بلو كده، مفيش اي حاجه منظمه، لكن انا كان عندي كلمتين عايزه اقولهم في ال3 مواضيع دول. و انزل بقى لغرض الفيديو ان انا اصلا نازله اصور عشانه، فما تستغربوش لما تلاقوا ان الفيديو جايب نفس اللبس عادي جدا. انا هصوره دلوقتي حالا وهينزل ان شاء الله السبت الساعه 2 في ميعادنا عادي جدا. ولو معترضين على الساعه 2 يلا نغيرها عادي، احنا بقالنا 6 سنين بننزل السبت الساعه 2، تعالوا نغير ده عادي جدا، ليه لا. فشكرا انتوا اتفرجتوا على الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتس رايكم في كل حاجه انا قلتها النهارده، وعايزين نشوف ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.